السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ المرة اللي فاتت اخدنا ال DML او ال Data Manipulation Language، واتعلمنا فيها ال Insert وال Update وال Delete اللي كنا بنقدر نعمل من خلالهم ادخال بيانات او تعديل على البيانات دي او اننا نمسحها. وكمان كنا مأجلين واحد من commands ال DDL واللي هو الترانكيت، واتعلمنا ايه الفرق ما بينه وما بين ال Delete، وايه الفروق ما بين ان احنا نستخدم كل واحد فيهم. المحاضرة دي عندنا ال DQL أو Data Query Language، ودي بقى اللي بنقدر من خلالها إننا نشوف أو نتفرج، نعمل فيو للبيانات اللي عندنا، اللي احنا خلاص عملنا لها insert وموجودة في الجداول اللي عندنا. طيب، السنتكس بتاع ال select statement أو select command بيبدأ ازاي؟ أول حاجة بنقول select، ومن اسمها كده هي بتسلكت. طيب لما أنا بقول select حاجة، اوتوماتيك بعديها على طول هقول انا بسلكت ايه، فبقول له سلكت او اختار او اجمع من جدول عندي الاعمده اللي جايه دي. انا بقول له سلكت الاعمده اللي جايه. طيب، يبقى انا على طول بعد كلمه سلكت بقول له على طول ايه؟ الاعمده او كولومز اللي انا محتاجها من الجدول اللي عندي. تمام، تمام اوي. وبعد ما بقول له الكولومز اللي عندي، بفصل كل واحد من الكولومز دي بفاصلة من دي، عشان لو انا شلت الفاصلة دي هو بيعتبرهم كأنهم كولوم واحد، وبيبتدي يدور على كولوم بالاسم ده. فاحنا ايه؟ بنفصل كل كولوم عن اللي بعده بايه؟ بالكومة دي. تمام. طيب، كتبنا هنا الكولومز اللي احنا عايزينها، بعدها مباشرة بقول له فروم ايه؟ فروم مين؟ بختار الكولومز دي من انهي تيبل. تمام، فبقول له اسم التيبل الكولومز دي موجودة فيه. فالجملة بكل بساطة select الكولومز اللي انا محتاجها مفصولة كلها بفاصلة كده، وبعد كده from التيبل اللي انا محتاجه. فهنا بيقول ان هو عايز الاي دي، الفيرست نيم، اللاست نيم، والديت اوف ادميشن من جدول الستودنتس. لو رنينا دي كده اهو، جاب لي الاي دي زي ما انا اخترته، بعد كده الفيرست نيم، بعد كده اللاست نيم، بعد كده الديت اوف ادميشن من جدول ايه؟ الستودنتس. طبعا انا مليت الجداول عندنا بفيك داتا، يعني داتا اي كلام مش موجوده في الحقيقه، عشان بس نتعلم عليها. عملت كده زي 100 100 رو عشان بس نتعلم فيها. تمام. ده بالنسبه مثلا ايه؟ ان انا عايز اسلكت اعمده معينه من تيبل معين. طيب لو انا عايز الداتا الداتا اللي موجوده في التيبل كلها، طيب في طريقه ان انا هقعد اكتب كولوم كولوم من اللي موجودين عندي في الداتابيز، في الجدول ده. زي ايه؟ ان انا هبتدي بقى اي دي وادرس وديت اوف بيرث وديت اوف ادميشن وفيرست نيم ولاست نيم وكورس واحد واثنين وتلاتة، وبعد كده كلاس نمبر والتوتال. ده هيعمل اللي احنا عايزينه، هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي كل الاعمده الموجوده في ايه؟ في التيبل ده. بس هل ده صح؟ هل ان انا اقعد اكتب كل الاعمده كده ده صح؟ لا طبعا. في طريقه اسهل بكتير، وهي ان انا استخدم حاجه اسمها select all. النجمه دي معناها all، واي حد استخدم فايل سيستم او سيستم لينكس استخدم all دي في ان هو يقول له دور لي على كل الملفات مثلا. يعني ممكن يكتب حاجه زي كده، يقول له ايه؟ يقول له انا عايز اشوف او list all مثلا ls، يروح عامل all كده دوت exe مثلا. هو هنا بيقول له ايه كده؟ لو كتبنا الكوماند ده في اللينكس، اعمل لي ليست لكل الملفات الاي اكس اي، قول لي الامتداد بتاع كل الملفات اللي اخرها اي اكس اي، او مثلا اكس ال اس. زي ايه؟ اكسل مثلا، اكس ال اس اكس دي معناها ايه؟ ملفات الاكسل الموجوده عندي في السيستم كلها. تمام. فايند، يقول له ايه؟ فايند. فده معروفه انها في الفايل سيستمز كانت بتستخدم في ايه؟ في انها تقول له دور على كل. فانت هنا لما بتقول له سيلكت نجمه معناها سيلكت اول، سيلكت كل الاعمده الموجوده على الذاكره عندي في التيبل ده. تمام. نفس الكلام كانك بتقول له كل عمود لوحده. فلو انا عملت رن لده هتلاحظوا ان هو ايه؟ طلع لي نفس النتيجه بالظبط. تمام. ده بالنسبه لايه؟ لسيلكت اول، ان انا عايز اسيلكت كل العواميد اللي عندي.
تعالوا نشوفوا بعد كده عندنا ايه. بعد كده بقى هندخل على حاجه اسمها الاكسبريشنز الاوبريتورز. تمام. ايه اكسبريشن ده؟ لما بتيجي انت مثلا تقول لحد اجمع لي 1+1 كده، ده كده اسمه اكسبريشن الجمع. تمام، او الاديشن. طيب لما بتقول له اطرح منه، ده ايه؟ اكسبريشن الديفيجن، اللي هو قصدي السبتراكشن، اللي هو ايه؟ الطرح. هنا كده ده الديفيجن القسمة، وهكذا. كل ما بتقسم رقم على رقم، او تجمع رقم على رقم، او تطرح رقم من رقم، ده اسمه اكسبريشن. تمام. اي عملية بتعملها على داتا عندك، من جمع لطرح القسمة، او مثلا تحويل في الصيغة بتاعتها، زي انك انت تحول حاجة لسترينج او كده، او تطلع منها مثلا جزء. يعني انا مثلا عايز من الكلمة بتاعت احمد دي اخر حرف بس، بكتب اكسبريشن يطلع لي مثلا الدي، او اول حرف بس اللي هو الايه. تمام. فدي كلها اسمها اكسبريشنز. فهنا الاكسبريشنز دي دايما بتحتوي على اوبريتور. الاوبريتور ده اللي هو ايه؟ مثلا الجمع، الطرح، ده هو اللي اسمه اوبريتور. يعني انت بتقول ده السالب دي معناه ايه؟ اوبريتور الطرح. الموجب ده معناه ايه؟ اوبريتور الايه؟ الجمع. الديفيجن طبعا احنا ما عندناش اللي هي العلامه بتاعه الديفيجن اللي هي فيها نقطتين وشرطه دي، احنا عندنا دي بدلها. تمام. فلما نيجي بقى ايه؟ نطبق الاكسبريشنز دي على الاعمده اللي عندي. تعالوا نبداوا مثلا بالجمع. فبقول له عايزك تجمع لي، انا بس على فكره ممكن اكتب الحاجه دي من غير الاعمده دي، بس يعني انا حاططهم هنا عشان تشوفوا هو جمعهم صح ولا لا. فبقول له سيلكت برضو، واقول له لا الاعمده اللي انا عايزها، واجي بقى على الاكسبريشن. عشان اطبق اكسبريشن بشيل بقى الفاصله اللي بتبقى ما بينهم دي، واحط الاكسبريشن اللي انا عايزه. الاقواس دي انا على فكره ممكن اشيلها، ما لهاش لازمه عادي، بس انا حاططها ايه؟ يعني ده لو هنعمله عمليه جنبها زي الاسم مثلا. فهنا بروح بقى شايل الفاصله دي، واحط ما بين العمودين الاكسبريشن اللي انا عايزه. فبصوا كده، بقول سيلكت كورس 1، ده هيطلع عمود عادي. كورس 2 هيطلع عمود عادي. فاصله بقى عايزك تحط لي في عمود تالت لوحده جمع 1 على 2. تعالوا نشوفوا كده ايه هيطلع عندنا ايه. بصوا، ده 1 لوحده، ده 2 لوحده، وهنا ايه؟ مطلع لي 1 اللي هو كان ب4 زائد 2 اللي هو 1. هنا بقى هو بيعمل ايه؟ بيمشي على رو. بيمشي على ايه؟ رو، ويبتدي ياخد القيمه اللي موجوده في الايه؟ في الرو ده، في الكورس 1، وياخد القيمه اللي موجوده في الرو ده في الكورس 2، ويجمعهم ويحطهم ايه هنا. يعني مش بيجمع الكولوم على بعضه يعني يعمل له صم، لا، هو بيجمع القيم اللي موجوده في ايه؟ في الرو بتاعي، ويطلع لي الصم هنا. واخدين بالكم هنا؟ عشان دول 4 و1 بقوا 5، 2 و1 بقوا 3، 4 و1 تاني بقوا 5، 1 و1 بقوا 2، وهكذا. تمام. تمام. ده كده بالنسبه لاكسبريشن الجمع. بس لو واخدين بالكم الاسم مش ايه؟ مش احسن حاجه. هنعرف بعدين نحل المشكله دي ازاي. ده بالنسبه للاديشن. سبتراكشن نفس الشيء اهو. كورس 1 ناقص كورس 2. تعالوا نشوف هيطلع لنا ايه. اهو 4 - 1 ب3. طبعا في حاجات طلعت بالسالب، عشان ايه؟ الكورس 1 بيبقى اقل من الكورس 2، فطلعت -2. تعالوا نشوفوا اكسبريشن كمان. تقريبا ده متكرر فهشيله. تعالوا نشوفوا الديفيجن. الديفيجن اهو. لما عاوز اقسم قلنا بنحط الشرطة المايلة دي معناها القسمة. تمام. فلو انا عملت رن لده، هتلاقوا الاربعة مقسومة على الواحد، وهكذا. يعني الاربعة على واحد ب4، 2 على 1 ب2، 4 على 1 تاني ب4، 1 على 1 ب1، 2 على 1 ب2. اهي بقى رقم اهو، رقم في كسر 2 على 4 بنص، وهكذا. تمام. طيب لو انا بقى عايز اعمل عملية طويلة شوية، او فيها ايه؟ فيها حركتين مع بعض، عشان كده كنت بستخدم الاقواس دي فوق. تعالوا مثلا نجيبوا المين او المتوسط بتاع ايه؟ بتاع العمود 1 والعمود 2. المين اللي هو كان بيبقى ايه؟ مجموعهم على عددهم. متوسط الحاجة مجموعها على عددها. تمام. فهنا بقول له بقى سيلكت القيمة اللي في الكورس 1
على فكرة عشان برضو ايه تتعودوا على المنظر ده اهو، ممكن اشيل ده خالص كده اهو وهيطلع لي العمود ده لوحده. فهنا بقول له سيلكت القيمة اللي في ايه في كورس 1 واجمع عليها القيمة اللي في ايه في كورس 2. بعد ما تخلص العملية دي، عشان كده حطيتها في اكواس، بعد ما تخلص العملية دي اقسمها على عددهم اللي هو 2. احنا جمعنا عمودين. تمام. تعالوا كده نشوفوا هيطلع لنا ايه اهو. انا بقى كنت بس بضيف كورس 1 وكورس 2 ده عشان تعرفوا هو ازاي حسبهم والارقام اللي جت منها الحاجات دي كانت عامله ازاي، بس كده. فلو عملت رن هنا تاني اهو، هو ايه جاب المين ازاي؟ جمع 4 زائد 1 يعني 5، نص الخمسة او القسمة على الاتنين بتاعت الخمسة تبقى 2.5. 2 و1 3 على الاتنين 1.5. ده ايه المتوسط، الرقم اللي هو بيقع ما بين الاتنين والواحد بالظبط. يعني لما تيجي تبص يمين وشمال الرقم ده هتلاقي نفسك ايه، بقيت عند الواحد او عند الاتنين، بيبقى واقع في نص خط الاعداد بالظبط ما بين الرقمين دول. بعدين يعني ايه في قسم في كورس الاحصاء هتعرفوا ده معناه ايه. بس هنا انا بضرب مثال ازاي تعمل عمليتين جمع وقسمة مع بعض. اذا فاحنا بنتعامل هنا مع الكولومز كانهم ايه، كانهم قيم انا بجمعهم. يعني تخيل لما تيجي تتعامل مع كولوم انك انت ايه بتتعامل مع القيمه اللي هنا والقيمه اللي هنا بس. لما بتيجي تعمل الحركه دي اللي هو الاكسبريشن على ايه كولوم، مش بتتعامل مع الكولوم ككولوم كله على بعضه، لا انت بتتعامل مع القيم اللي في الرو. تمام. ده بالنسبه لايه الاكسبريشنز بتاعه الايه الجمع والطرح والقسمه وازاي نستخدمهم مع بعض. طيب احنا دايما بقى كنا ملاحظين ان ايه في عندنا اسامي الكولومز اللي طالعه اللي احنا بنعملها باكسبريشن او اللي هي الحاجات الدرايف دي. ما هو ده بقى الكولوم الدرايف اللي انا بعمل له درايف ديريفيشن من ايه، من الكولومز الموجوده عندي. تمام. فهنا بقى آه ازاي احل مشكله كلمه كولوم وعلامات الاستفهام اللي طالعه عندي دي، لان انا مش مسميه حاجه فهو مسميهولي عمود وخلاص. فعشان اسميه بقى بستخدم حاجه اسمها الالياس. الالياس دي اللي هو الاسم ايه المستعار. هي الياس معناها اسم مستعار، يعني بطلق عليه اي حاجه مؤقتا عشان بس يظهر عندي في جمله السلكت. طبعا ده مش بيبقى السلكت او الكولوم الدرايفد ده مش بيبقى متخزن في الداتابيز، هو بس بيظهر لي بشكل مؤقت. يعني انا لو جيت عملت سلكت مش هلاقي العمود ده موجود في الداتابيز او مش موجود في التيبل. تمام. فانا بسميه اسم مؤقت او اسم مستعار بس عشان ايه يظهر عندي بشكل احسن. فتعالوا كده نجرب الموضوع ده على حوار الجمع كده. احنا المره اللي فاتت عملنا سيلكت الكولوم اللي هو بتاع الكورس 1 والكورس 2، وبعد كده ايه جمعناهم على بعض في كولوم تالت وطلع لنا باسم الكولوم ده. يعني انا لو رنيت الكويري اللي عندي فوق كان بيطلع لي كده او بالشكل ده واسمه كولوم. طب لو انا بقى حبيت احل المشكله دي، باجي جنب الكولوم اللي انا لسه عامل له ديريفيشن ده او اللي انا لسه جامعه او عامل فيه اكسبريشن، واروح حاطط كلمه از يعني يعني بقول له ايه سميه اديشن، سميه كلمه ايه اديشن او كلمه جمع يعني في الاخر. ممكن اشيل الموضوع ده كده، ممكن اشيل الكوتيشن دي عادي. تمام. طالما الكلمه كلمه على بعضها. تمام. يعني كلمه على بعضها يعني لازقه في بعض ما فيهاش سبيسز. فبروح عامل رن هنا كده، بصوا بقت ايه كلمه اديشن. ده بس عشان لما تيجي تشوف الكولوم يبقى له اسم ما تتلخبطش وانت بتدور عليه، لانك ممكن تجمع كذا كولوم، ممكن تعمل كذا اكسبريشن. يعني انا ممكن ازود هنا كمان اكسبريشن اهو كده واشيل الالياس ده، ولو عملت رن بص هيطلعوا عاملين ازاي كولوم وكولوم. طب فين الاديشن وفين المين مش عارف. فالافضل ان انا كل ما اعمل اكسبريشن اسميه. تمام. تعالوا بقى نرجعه تاني اهو. فالافضل ان انا اعمل كده. طيب لو انا بقى عايز اسميه اسم فيه سبيسز، اللي انا عايز اقول له انا بجمع 1 زائد 2 العمود 1 زائد 2 وهكذا، بستخدم بقى الكوتيشن اللي انا كنت حاططها دي، دبل كوتيشن. تمام. تعالوا بقى كده نشوفه اهو. انا جمعت 1 على 2 وقلت له از كوتيشن كورس 1 اند كورس 2. اكتب بقى من هنا للسنه الجايه ممكن اكتب ايه اللي انا عايزه طالما جوه الكوتيشن.
تمام. او في حل اخر ان انا احط بدل السبيسز دي اندرسكور، ساعتها هلحم ايه الكلمه في بعضها. انما يعني لو عاوز تعمل سبيسز هتعمل زي ما انا عملت هنا كده اهو، سماهم ومفيش اي مشاكل. تمام. لان انا لو شلت الكوتيشن كده هيتعامل كاني بقول له كويري، انا بقول له ده اند كذا. فانا لا، انا هنا مش بقول لك كويري، انا هنا بقول لك حاجه سترينج او اسم جوه دبل كوتيشن. تمام. ده بالنسبه لجزء الالياس. دلوقتي بقى هندخل على ايه، ازاي نستخدم كونديشن زي اللي احنا استخدمناها المره اللي فاتت مع جمله الديليت والابديت مع السلكت، لان هي اصلا اكتر استخدامات الوير او الكونديشن بتبقى مع ايه السلكت. طيب انا لو عايز اعمل سلكت لحاجه معينه، احنا خدنا المره اللي فاتت ان احنا بنستخدم الايه الوير مع اليساوي او الايكوال. تعالوا نشوفوا كنا هنستخدمها ازاي بقى ايه مع السلكت. بقول له سلكت مثلا ستار او اي اعمده انا عايزها from students، تمام، where الادرس بيساوي ادرس 5. طبعا انا حاطط ايه الادرس ايه يعني حاجه اي كلام كده، فمش عارف اصلا يعني ادرس 5 ده موجود ولا لا، بس تعالوا كده نشوفه. لا هو تقريبا انا بدلتهم. فتعالوا مثلا ناخدهم اي ادرس عشوائي هنا كنت الاول عاملهم بارقام يعني، فنحطه هنا. تعالوا كده نشوفه هيلاقيه فعلا هو لوحده ولا هيجيب لي برضو التيبل كله. تعالوا نشوف. بصوا جاب لي ايه الراجل اللي هو كان 3. طب هل هو كان في 3 فعلا يعني واسمه زاك وزاك ويلر؟ طيب تعالوا نعمله كده سيلكت اول تاني. هو كان فعلا 3 واسمه زاك ويلر. يبقى احنا بنعمل ايه سيلكت اول فروم ستودنتس، وبعد لما بخلص الجملة السيلكت بتاعتي بعدها، لان هي ايه في اوردر للاكسكيوشن، في حاجه اسمها اوردر للاكسكيوشن. اوردر الاكسكيوشن يعني ايه؟ الاول بيجيب التيبل، بعد كده بيسلكت منه ايه الاعمده، بعد كده بينفذ ايه جمله الوير والشرط اللي انت حاطه له. فما ينفعش اكتب جمله الوير هنا مثلا، ما ينفعش احطها قبل الفروم، هروح اعملها كده، ما ينفعش احطها هنا، لا لازم تبقى بعد الفروم، وبعديها على طول بتيجي بقى حاجات تانية لسه هنتكلم فيها قدام. تمام. فاحنا عرفنا ازاي نستخدم الوير بحطها بعد الفروم وبقول له وير ادرس ايكوال اي سترينج بقى او اي حاجه انا عايز اسوي بيها. طيب هل الدنيا كلها واقفه على كلمه ايكوال؟ مفيش اي اشارات تانية، مفيش اي اوبريتورز تانية؟ لا، في الكونديشن ليها اوبريتور زي ما في اوبريتورز للاكسبريشنز، في برضو ايه حاجات للكومباريزونز. تعالوا بقى نشوف عندنا ايه. طيب احنا اول حاجه عندنا اخدناها اللي هي الايكوال، فمش هنتكلم فيها تاني. هنا برضو بيقول ايه كلاس نمبر يساوي 2، فهيجيب لي كل الطلبه اللي موجودين ايه عندهم الكلاس نمبر بيساوي 2. تعالوا نشوفوا ده هيطلع ايه اهو. لو جينا هنا بصينا على الكلاس نمبر مش هنلاقيه جايب اي حد غير اللي عندهم ايه كلاس نمبر 2، جايب لي كل الطلبه اللي في الكلاس ايه رقم 2. طيب دي الايكوال. طب في حاجه تانية غيرها يا عمي ولا هنفضل ماسكين في الايكوال بس؟ طيب لا، في عندنا مثلا اللزان. تمام. اللزان استخدمها ازاي بقى؟ دي في الحاجات اللي هي مثلا فيها مقارنة او ارقام، حاجة فعلا ممكن تكون اصغر من حاجة، زي الديت. الديت مثلا انا عايز اقول له هات لي كل الايام اللي اقل من يوم 16/10/2012، فبروح قايل له where date of admission اقل من 12 16/10/2000 ايه 2012. تعالوا نرن ده كده، جايب لي حاجات 1990 لحد ايه لحد هنا. اه طيب هل هو كده جايب صح؟ تعالوا نعمله سيلكت اول ونشوف. لا الكونديشن كده فيها حاجة غلط، لان في عندي لحد 2005، فده كده فيها الكونديشن دي فيها حاجة غلط. كده اهو تمام، طلع كده التاريخ صح اهو. كده طلع ايه طلع التاريخ صح.
جايب كل التواريخ اهو اللي اقل من ايه، من 16/10/2012. اخر تاريخ كان اقل من 16/10 كان هو 9/8/2012 لحد اول ايه، اول داتابيز. تمام. تمام جدا. نعمل كده مرة تانية. تمام. طبعا انا بس اتلخبطت عشان بصيت على ديت اوف بيرث، هو هنا بيتكلم على ديت اوف ادميشن، فهو كان جايب فعلا التواريخ اللي هي قبل ايه 16/10/2012. تمام. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا less than or equal. less than or equal دي اللي هي ان انا بزود بس على less than equal كده، ان هو لا انا مش عايزك تجيب لي بس الديت اللي هو قبل 16/10، انا عايزك تجيب لي كمان ال 16/10 نفسه، اللي هي بالظبط هيظهر لي كل اللي فات مع يوم 16/10 كمان، اي حد جاب فيهم 16/10. طب تعالوا نرن كده ونشوف. تعالوا نشوف الديت اوف ادميشن. بصوا المره اللي فاتت ما كانش في 16/10 هنا، يعني لما نرن ده تاني 16/10 مش موجود هنا. بقى لما بقول له اور ايكوال 16/10 بيدخل معاهم يعني هيبقى 9/8 وكمان 16/10 اهو. في 2 طلاب جم يوم 16/10 قدموا في يوم 16/10. عندنا ايه الجريتر زي عكس بقى ايه، عكس الكلام ده، اي حد قدم بعد تاريخ 16/10 هاتهولي اهو. 26/12/2012 اول تاريخ لحد اخر الداتابيز بقى، اخر التيبل قصدي. تمام. برضو greater than or equal ان هو ايه، يبقى اكبر منه او بيساويه، هي نفس الشكل. بروح حاطط greater than واحط جنبها من ناحية اليمين يساوي. تمام. هنا برضو هنشوف ان هو جايب معاهم 16/10 ومكمل ايه لحد الاخر. طيب عندنا بقى اوبريتورز تانية في يعني للكونديشنز، اللي احنا بقى لو حبينا مثلا نعمل ايه، نجمع ما بين شرطين. يعني انا لو قلت له عايز الاكبر من 16/10 واقل من، مش اللي انا مثلا بديله فتره بقول له اكبر من 16/10 واقل من 1/1/2013 مثلا. تمام. اللي هو ما بين التاريخ بتاع 16/10 لحد ايه، لحد اول 2013. طيب لو انا عايز اعمل حاجه زي كده هعملها ازاي؟ بحاجه اسمها الاند. اند دي انا مثلا مستخدمها هنا ايه، بقول له select star from students where الفيرست نيم يبقى اسمه كين. تمام. ده بالنسبه لاسم ايه الفيرست نيم او اسم الطالب نفسه، واللاست نيم او اسم العيله بتاعه يكون اسمه هوفمان. تمام. طب هتقول لي ده بالظبط هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي كده ان انا لو رنيت ده هيطلع لي الطالب اللي اسمه كين، وشرط تاني انه اسم العيله بتاعته يكون اسمه هوفمان. طيب تعالوا ناخده العكس عشان نفهم ايه ده معناه ايه. طب لو انا حطيت كين وانا عارف ان اسم والده اسم العيله بتاعته اسمها هوفمان، بس حطيت بدلها كلمه ويلر في الشرط التاني، بصوا هيطلع لي ايه؟ مفيش حد عندي بالايه اسمه كين واسم عيلته ايه، اسم عيلته ويلر. يبقى بالظبط الاند ده بيعمل ايه؟ الاند ده بيتشيك الشرط ده الاول، لقاه صح تمام، وبعد كده يتشيك الشرط ده بعديه ويلاقاه صح تمام، يروح بعد كده حاطط الاتنين على بعض، لو الاتنين طلعوا بترو يروح ايه قايل لك صح، هات العمود ده، زي ما حصل ايه في المره الاولانيه هنا كده. راح لقى اسمه كين تمام، لقى اسمه هوفمان تمام، هات العمود ده، الاتنين كده طلعوا بترو. يبقى هو بيتشيك ترو ترو، يروح ايه مطلع هنا بقى لما جاي تشيك، هنا لقى ترو هنا لقى فولس، فالاند بتجمع، الاند بتجمع ترو على الفولس يطلع فولس. دي حاجه اسمها اللوجيكال اوبريتورز او اوبريشنز، اللي هي ايه زي كده لو انتوا اخدتم في ثانويه عامه حاجه اسمها اللوجيكال جيتس، اللي هي الاند والاور والنوت، هي دي بالظبط. تمام. نفس الفكره.
فهنا بيتشيك دي لقاها بترو، تمام. تشيك دي لقاها بترو، تمام. ده وظيفة الاند، ان هو بيقول له ده وده، ما ينفعش ايه واحد منهم يروح. طب دي بالنسبة للاند. عندنا ايه غير الاند؟ عندنا الاور. هو بقى إيه في الاور؟ بيرضى باي حاجة. يعني ايه؟ لقيت اسمه كين، ماشي. لقيت اسمه هوفمان، ماشي. لقيت اسمه اي حاجة تاني، ماشي. يعني تعالوا كده نتشيكو. هو هنا لقى اسمه كين موجود، لقى اسمه هوفمان موجود، فالاتنين على بعض بترو، ماشي. طيب لو لقى مثلا ايه اسمه كين بس مش واسمه او اسمه ويلر، عنده الفيرست نيم بتاعه كين او اللاست نيم بتاعه ويلر، بص هيطلع لي ايه بقى؟ عمودين، قصدي تو روز، صفين. ليه بقى جاب لي التو ريكوردز دول؟ لان هو كان ماشي في الداتابيز. اول حاجه مثلا شاف واحد اسمه كين، او شاف واحد اسمه ويلر، لان هو مثلا ايه الاولاني ده متسجل قبل ايه؟ قبل رقم 17. هو ماشي كده بالترتيب، فضل يتشيك يتشيك يتشيك. فهو بيتشيك لقى رقم 3 ده، راح يشوفه بيقول اسمه زاك. يبقى هل هو اسمه الفيرست نيم بتاعه اسمه كين؟ لا. فراح ايه؟ قال يبقى دي بفولس، تمام. راح على ايه الناحية التانية؟ آه هل عنده هنا اللاست نيم بتاعه اسمه ويلر؟ لا. طيب هنا الاور بقى بتاخد ايه؟ بترضى بهنا او بهنا، اي حاجه منهم هتطلع بترو يبقى الجمله كلها بترو. فراح قايل لك هات الراجل ده. نزل فضل يتشيك، لقى رقم 17، راح يتشيك عنده هل الفيرست نيم بتاعه كين؟ هل اللاست نيم بتاعه هوفمان؟ لا. طيب في واحد عندي من الاتنين دول بترو، يبقى هاخد الجمله دي على بعضها بترو. فالاور معناها اي حاجه، او اللي بتقول له لا ده او ده، بالظبط كانك بتقول لحد هات ده او ده. اللي تلاقيه عندك اللاست نيم بتاعه ده هاته، او الفيرست نيم بتاعه هاته، اي حاجه عندك هاتها، تمام. فده بالنسبه للاور. الحل الوحيد ان الاور ما تشتغلش ايه؟ ان الاتنين دول يطلعوا بفولس. يعني مثلا لو انا لخبطت الاسم ده كده ولخبطت الاسم ده كده، هو لا هيلاقي حد اسمه ويلر ده، او مثلا هيلاقي حد اسمه كي ان اي. فلو عملت رن لدي، الاتنين طلعوا بفولس، تمام. ده بالنسبه للاور. عندنا حاجه تاني، عندنا البتوين. البتوين دي بقى حلوه قوي. البتوين دي بتعمل ايه؟ لما يبقى عندي مثلا حاجه فيها ارقام، او حاجه فيها فتره، ينفع اقول له مثلا انا عايز ما بين كذا وما بين كذا، بدل ما اقول له ان هو يجيب لي اكبر من كذا واصغر من كذا. لا، انا هقول له بتوين كذا اند كذا. مش انا ممكن اقول له مثلا عشان اختار مثلا فتره ما بين رقمين، بصوا هكتب جمله قد ايه. هقول له date of admission is اكبر من 2010، 1/1/2010 and date of admission تاني، لان انا هكتب جمله شرطيه من اول وجديد، اصغر من 2023. بصوا الجمله طويله ازاي. ويمكن لو اسم العمود ده اكتر، او انا عايز اجمع اكتر من شرط، بقى هنقعد للصبح. هو عمل لي اللي انا عايزه، بس ايه الجمله شكلها طويل. طب ما انا الاحسن اشيل كل ده واستخدم ايه؟ بتوين دي بقى بتعمل ايه؟ ان انا بقول له الديت اوف ادميشن ما بين 1/1/2010 اند 1/1/2023. دايما بحط الاصغر في الاول والايه والاكبر في الاخر، تمام. تعالوا بقى نرن ده كده. ركزوا الاول على النتيجه. هو جايب لي هنا اهو 6/1/2010 لحد اخر حاجه عندي ايه 2022. لو رنيت دي كده عشان مظللتش عليها كلها بس اهو 6/1 اهو برضو 2010. ولو نزلنا تحت اخر حاجة عندي اهو 29/12/2022، نفس اللي ده طلعهولي بالظبط، بس ايه قللنا اللي احنا بنكتبه، اكسبريشن اسهل، تمام. فالاتنين دول زي بعض، بس احنا الافضل ان احنا نستخدم بتوين بدل ما نكتب جملتين شرط. يعني هنا بكتب له اند، يبقى اصغر ويبقى اكبر من ايه من 2010. طب وليه ما نستخدم بتوين على طول؟
تمام. بعد كده عندنا الان دي بقى برضو حلوة قوي وبتنجزني. هل انا مثلا لما عاوز اقول له الطالب يبقى ايه، انا عايز مثلا اختار مجموعة من الطلاب انا عارف اسمائهم، فهل هقعد اقول له الطالب يكون اسمه حسن او سفير، او مش عارف اسمه ايه سفير ده ولا اسمه، او خالد او ويل او جين؟ لا. يعني انا هفضل اعمل كده، هفضل اعمل كده اهو. مثلا لو انا عاوز تسلكت اسم طالب، هقعد اقول له الفيرست نيم يكون حسن، او الفيرست نيم برضو يكون سفير، يساوي سفير ده ولا اسمه ايه، او اور، واقعد اكتب له كده. هنقعد نملى السطر ده لحد اما الصفحه تتملي. لا، الافضل ان انا اعمل له ايه، استخدم حاجه اسمها ليست. هنا الليست مش زي بتاعت بقى البروجرامنج، الليست هنا بتتحط ما بين ايه، اقواس. اقواس اللي هي مش براكتس، الليسته في البروجرامنج بتتحط ما بين ايه، ما بين دول. هنا لا، بتتحط ما بين الاقواس العاديه دي. تمام، اللي هي تقريبا اسمها برينتسيس. تمام. بقول له وير الفيرست نيم ان الليسته دي، واروح حاطط له حسن وسفير وخالد وويل وكل حاجه في الليسته دي، وهو ايه يسلكت منهم اي حد يبقى موجود فيهم. تمام، اي رو هيمشي هو عليه ويلاقيه موجود جوه الليسته دي هيسلكته. تعالوا كده نشوفه بتشتغل ازاي. اهو مشي هو كده على واحد، اول واحد اسمه حسن لقاه موجود راح ايه، عمل له سيلكت. برضو سفير ده راح لقاه موجود راح ايه، عمل له سيلكت. خالد راح عمل له سيلكت. ويل عمل له سيلكت. وهو ماشي، وتلاحظوا ان هما بعاد عن بعض، يعني هو بيمشي شويه ويلاقي واحد منهم يروح جايبه وهكذا. تمام، اللي مش بيلاقيه جوه الليسته دي بيسيبه. طيب لو انا بقى عايز عكس، بقول له هات لي كل الناس ما عدا دول. تمام، كاني مثلا ايه الطلبه دي سقطوا او رسبوا مثلا في امتحان، وانا عايز اطلع الناجحين بس، فبشيل اسامي الطلبه دي، فبقول له نوت ان، بدل ما انا كنت بقول له ان بقول له نوت ان. لو جينا بقى نبصوا هنا مش هنلاقيهم موجودين خالص. حتى هنلاقي ان احنا عندنا كام ريكورد، مش عندنا 100 ريكورد، هو جايب لي كام هنا تحت 95. ده دليل ان هو شايل 5، بدل ما نقعد ندور بعينينا هو شايل 5 من الداتابيز. ال5 دول اللي هم دول 5 طلبه دول. تمام، دي بالنسبه للان. بعد كده عندي حاجه حلوه قوي اسمها اللايك اوبريتور، وده بيستخدم مع حاجه اسمها ريجولار اكسبريشن. ده لما انا مبقاش متاكد اسم الطالب اللي انا بدور عليه مكتوب ازاي. يعني انا مثلا عايز اجيب خالد ومش عارف هو مكتوب بالاي ولا بالاي، فهعمل ايه، هروح اعمل الاتي select star from students where first name يعني شبه لايك خالد، ومكان الحرف اللي انا مش متاكد منه بحط اندرسكور. في بعض الداتابيز التانية ده بيتحط كعلامه استفهام، بس في بوست جريس بيتحط ايه، كاندرسكور. تعالوا كده نشوفوا ده هيطلع لنا ايه. بصوا جاب خالد. طب هل هو هنا انا حطيت له اي؟ بصوا لو حطيت بدل اللايك دي يساوي، لو حطيت بدل اللايك يساوي مش هيجيب لي حاجه. لكن انا بقول له شبه ده، شبه الكلمه دي، كانك بتشبه على حد، كانك بتقول له لايك الكلمه دي، هات لي حاجه شبه الكلمه دي، بس انا مش متاكد من الحرف ايه الخامس، فبتقول له ايه، هات لي الكلمه اللي شبهها، فهو جاب لك خالد اهو. طيب لو انا مثلا حبيت اقول له هات لي كل الطلبه اللي اسمهم بيبدا بحرف الايه، تمام، ساعتها بقى بقول له هات، بدل بقى ما كنت بحط له اندرسكور، بقول له اللاست نيم بتاعهم مثلا بايه، بيبدا بحرف الايه، بقول له هات اللاست نيم بتاع كل الطلبه اللي ايه، اللي اوله ايه، وبعد كده علامه ايه، علامه اللي هي النسبه المئويه دي. دي معناها ايه بقى، دي معناها ان ايه جنبها اي عدد من الحروف واي حرف او اي رقم. تعالوا كده نشوفوا هيطلع لي ايه. اهو اوستن وايه اتكنس ده مثلا. تمام، فهنا جاب لي كل الناس اللي اسمائهم بتبدا بحرف الايه في اللاست نيم. طيب لو نفس الكلام هنعمله على اللاست نيم، بس بقى عايز اقول له
لو الاسم بيحتوي على حرف الايه في اي حته فيه. بص هعمل ايه اهو. هقول له علامه نسبه مئويه قبل او بعد ايه الايه. طيب مش كده هيبقى لازم يبقى قبلها حروف؟ لا، ما هو علامه النسبه المئويه بتقول له ايه؟ بتقول له ان يعني يا يبقى في حرف او ما يبقاش فيه كمان، عادي. تعالوا كده نشوفه. طيب هو هنا فعلا طلع لي كل الاسماء اللي بتحتوي على حرف الايه، بس ليه مش جايب لي اللي كانوا بادئين بحرف الايه؟ لان احنا حاطين هنا الايه بلور كيس. هنا الموضوع ده كيس سنسيتيف، يعني انا لو حطيت هنا ايه ابر كيس هتلاقوه جاب لي كل الاسماء اللي بتبتدي بالحرف ده، عشان دايما الاسماء بيبقى اولها كابيتال لتر. فهنا بقى الحل ايه؟ الحل ان انا بروح قايل له لايك اور كذا. في حل تاني ان انا بستخدم لور على الكلمه دي، بس ده بعدين هنبقى ناخده قدام لما ناخد الفانكشن. بس هنا في الحاله دي هنروح عاملين كده اور كده، هتلاقوه بقى جاب دول ودول. اور هنا طبعا عشان انا بكتب اكسبريشن نسيت اقول له ان اور ايه، اور ان برضو اللاست نيم بيساوي لايك ده مثلا. مم. هنا جاب كل الاسماء اللي فيها حرف ايه. تمام. وكمان لو نزلنا اهو بصوا اوستن موجود، المره اللي فاتت ما كانش موجود. تمام. تمام. اخر حاجه عندي هو مثلا ان انا اقول له انا عايز يبقى حرف الايه عندي هو الحرف ايه التاني. فانا بقول له ايه؟ بحط اندر سكور وبقول له بعديها ان ايه، ان الايه يكون هو الحرف التاني، وبعد كده اي ايه اي يبقى بعديه اي كلام مثلا او اي حروف تانية. فتعالوا كده نشوفه اهو. بول. احنا هنا بنتكلم على الفيرست نيم. هنا حسن، سفير، زاك، كلهم موجود حرف الايه في ايه تاني لتر، لان انا قلت له فوت اول حرف انا مش عارف هو ايه، بس تاني حرف ايه وبعد كده اي حاجه. تمام. هنا تالت حرف مثلا هيبقى تالت حرف هو الايه، حطيت له اتنين ايه، اتنين اندر سكور، يعني تالت حرف هو الايه. انا مش عارف اول حرف ولا تاني حرف، تالت حرف ايه وبعد كده اي حروف انت عايز تحطها. لان لو جينا شوفنا الفيرست نيم او تالت حرف خالد، جوان، آه مش عارف فرانكيز ده ولا اسمه ايه، اويس، وهي بعد كده هيت. تمام. ده ايه؟ ده بالنسبه للريجولار اكسبريشن. الريجولار اكسبريشن بنديله باترن او ايه او نمط، هو بيدور على حاجه شبهه. بقول له ايه؟ لايك، زي الباترن اللي انا هديهولك، وهو بيستخدم الباترن ده عشان يدور. تمام. تمام. طيب لو انا بقى عايز اعمل ريموف للدوبليكيتس الموجوده عندي في ايه في ال في التيبل، عندي حاجه اسمها distinct. طيب تعالوا كده نشوفوا الديستنكت دي بتشتغل ازاي. دي بتتكتب بعد كلمه select على طول. بقول له select distinct. تمام. اللي هي الحاجه اليونيك يعني بالظبط، كانه بقول له select يونيك من ايه، من العمود ده. طب انا ليه اخترت عمود ما اخترتش اقول؟ لان غالبا مش هنلاقي رو متشابه بشكل كامل مع الرو اللي تحته. يعني مثلا لقينا اسمه زاك واللي تحته اسمه زاك، بس برضه هتلاقوا حاجه مختلفه فيهم، زي مثلا يوم التقديم او ديت اوف بيرث. برضو مش فاهمين لسه. هقول لكم مثلا حاجه. الديستنكت بتقارن على مستوى الرو ككل، يعني بتشوف هل الريكوردز كلها متشابهه مع الريكوردز دي كلها، يعني مثلا الرو ده بيشابه الرو اللي تحته كله ولا في اي حاجه مختلفه. هي دي بالظبط الطريقه اللي بتشتغل بيها الديستنكت. بتقعد تقارن ايه دي بدي، لقيتها مشابهه يبقى ايه، يبقى لسه ها لو لقيت كل الحاجات دي متشابهه، لقيت الاسم والديت اوف بيرث وكل حاجه، يبقى ده عمود رو بالكامل متكرر. فالافضل ان احنا لما نيجي نستخدم ديستنكت بنستخدمها على ايه، على كولوم واحد بس، زي الكلاس نمبر. انا عايز اعرف الكلاس نمبرز الموجوده عندي بس من غير تكرار. فهعمل ايه؟ هروح اعمل كده، اقول له select distinct class number from students. بص هيجيب لي 11 ريكورد بس. ليه 11 ريكورد بس؟ لان انا عندي 11 فصل بس. تمام. لو انا مثلا عايز اقول له كل الدرجات الموجوده عندي، بس دي برضه هتبقى مختلفه. يعني لو بدلت دي مثلا وقلت له ايه كل التوتال،
او كل مثلا ايه، كل الكورس 1 ريكوردز مثلا. احنا عندنا 100 ريكورد. بص هو هنا بالديستنكت اهو قال لي انت عندك الناس يا بتاخد درجة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة. تمام. ده بالنسبة للديستنكت، هو بيقارن او بيجيب لك اليونيك في اي رو عندك، بس يفضل تستخدمه على كولوم واحد او اتنين بالكتير، عشان هو لو لقى اي حاجة متشابهة او مش متشابهة في اي روم اللي عندك، مش هياخد ان هو ايه، ان هو متشابه مع اللي فوق. هو لازم الريكورد على بعضه يكون ايه، يكون شبه اللي تحته بالظبط. ده بالنسبة ايه للديستنكت. الديستنكت بتشوف، بتقعد كده تمشي على ايه الكولوم ككل، وتختار لك الحاجات اللي هي ايه مش متشابهة مع اللي قبلها. يعني انا الكولوم بتاعي موجود فيه تلاتات، يبقى هظهرها بتلاتة واحدة بس. موجود فيه اتنينات، هظهرها باتنين واحدة بس. موجود فيه اربعات، ايا كان بقى عدد الاربعات، هل كتير قليل مش مهم. هو بيشوف الحاجة اللي اتذكرت حتى ولو مرة واحدة وبيجي ايه، وبيجيبها لي وما بيكررهاش تاني. ده بالنسبة ايه ان انا ازاي ريموف الدوبليكيتس من ايه، من كولوم من الكولومز اللي عندي، او التيبل ككل لو كان في حاجات دوبليكيت على بعضها. تمام. تمام جدا. طيب الاوردر باي، او ازاي اعمل سورتنج اصلا لايه، للداتا بتاعتي. يعني ايه سورتنج؟ يعني ارتبهم بكل بساطه. تمام. انا دلوقتي عملت ديستنكت، بس مش عاجبني ان ايه التلاتة مكتوبه رقم مكان الواحد والاتنين موجوده مكان مش يعني مبدل اماكنهم، الاربعه موجوده مكان التلاتة والواحد موجود مكان الاربعه، حاجه يعني ايه لخبطه. تمام. فانا لو عوزت مثلا ازود على دي حاجه تخليها مترتبه، هروح قايل له اوردر باي، وهروح جايب له ايه، انا باوردر بايه. لو عملت رن، بصوا اترتبت، بقت واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب هل في حاجات تانية غير ان انا اوردر باي بالشكل ده؟ يعني هل في طريقة تانية اوردر بيها؟ احنا باي ديفولت الاوردر باي بيبقى ascending يعني ايه، تصاعدي من الواحد لحد فوق، او من الحاجة الصغيرة لحد الكبيرة. تمام. ده باي ديفولت. يعني احنا مثلا لو استخدمنا نفس السطر على ايه، على الكلاس نمبر، بصوا هيترتب برضو من واحد لحد 11 اهو. طيب ايه اللي بيقوله كده؟ ان هو باي ديفولت بيعمل ايه، بيعمل الموضوع ده ascending كده، كأن مكتوب عنده جنبه ascending. احنا لما بنعوز نرتب حاجة ascending بيكتب جنبها هنا ايه ascending كده. هو باي ديفولت موجودة جنبه ascending، نفس الكلام اهو. تمام. طيب عندي حاجة تانية، اقدر ارتب تنازلي descending بقى، عكسها descending. فتعالوا كده نشوفوا دي هيرتبها ازاي كلاس نمبر. بصوا جايب لي ال11 الاول وعاكس بقى لحد تحت. تمام. طيب هل لازم اسورت ب... بكولوم واحد بس؟ لا طبعا، ممكن اسورت باكتر من كولوم. ازاي بقى بيتعمل ده؟ حاجه اسمها النستد سورتنج، ان انا بعمل ايه، سورت جوه سورت. تعالوا نشوفه ازاي. انا دلوقتي جبت عملت سيلكت الكلاس نمبر والتوتال اللي هو ايه مجموع الدرجات فروم ستودنتس. طيب وجيت اعمل بقى ايه سورتنج. قلت له اول حاجه اعمل لي سورت اسندنج بايه، بالكلاس نمبر او ايه بالفصول. وجوه كل فصل اعمل لي سورت ديسندنج بايه، بالتوتال، عشان اشوف مثلا اعلى درجات عندي لحد اقلها. تعالوا كده نشوف هيظهر لنا ايه. بصوا كده الكلاس رقم واحد هو رتب ان اول حاجه عندي الوحايد اهو، وبعديها الاتنينات، بعديها التلاتات، بعديها الاربعات الى اخره بقى. تمام. لحد ما نخلص ال100 ريكورد. طيب جوه بقى الواحد، من جوه الواحد اهو بصوا مرتب لي تنازلي، جايب اول حاجه 3 و3 من 10، بعديها التلاتة، بعديها 2 و7 و2 و7، وبعد كده 2 و2، بعد كده 1 لحد اخره. بصوا بقى يرجع تاني جوه الاتنين، جوه الاتنين يرتب من اول وجديد 3 و3 من 10 وهكذا. يرجعوا جوه التلاتات يرتب من اول وجديد. تمام. فهو بقى نستد، يعني انا ايه الاول بسورت بايه، بالكلاس نمبر، بعديها بسورت جوه الكلاس نمبر بايه، بالتوتال جوه بعضها. يعني انا برتب هنا وجوه الترتيب ده برتب بحاجه تانية. تمام. ده بالنسبه للنستد سورتنج، وازاي استخدم descending واسcending مع بعض. ده مثلا لو انا عايز اشوف كل كلاس لوحده مترتب،
ترتيب تصاعدي من الكلاس بارقام الكلاس، وجوه كل كلاس عايز اشوف اعلى الدرجات لحد اقلها. تمام، ده بالنسبه للايه للنستد سورتنج. بعد كده عندنا حاجه اسمها الليميت. طبعا ده غير الليميت بتاع الرياضه خالص، محدش يفكر في الليميت بتاع الرياضه اللي هو النهايات. ده الليميت ده معناه ايه؟ الليميت ده بيستخدم لو انا بس عايز اشوف عدد معين من الريكوردز، بدل مثلا لما انا يبقى عندي داتابيس فيها ملايين الريكوردز، اروح عامل سيلكت اول، فالبرنامج او الدي بي ام اس يتقل. لا، انا مثلا عايز اشوف اول 20 ريكورد بس، فبقول له سيلكت كلاس نمبر والتوتال، وبعمل سورت ومش عارف ايه. بدل ما اجيب ال 100 ريكورد كلهم، بصوا هيجيب لي كام ريكورد؟ اول 20 ريكورد اللي هم فيهم الواحد والاتنين بس، وواحد بس من التلاتات كمان. تمام، اول 20 ريكورد بس. طب عايز اول 30، بروح قايل ليميت 30. دايما الليميت بتتحط اخر حاجه خالص، يعني بعد السلكت وبعد الفروم وبعد الاوردر باي، ولو في وير كمان اتحطت هنا ماشي، كل الكلام ده. وبعد كده في الاخر خالص بحط ايه؟ بحط الليميت 30. انا عايز بقى اشوف من كل الكويري اللي انا كتبته فوق والوير وكل الكلام ده، عايز اشوف اول 30 ريكورد بس. تمام. تمام. في بعض الداتابيس بيبقى في عندهم حاجه اسمها تيل، تقريبا موجوده هنا برضو. تيل مش موجوده خلاص. يعني التيل ده يعني اللي هو ان انا اجيب لك الحاجه بقى بس من العكس، من الاخر يعني. تمام. وموجوده كمان في ايه، في البانداز لما هنبقى ناخدها، ان هو يجيب لك الحاجه من تحت. يعني هو هيجيب لك الحاجه من ايه، من تحت. هو هنا جايب لنا اول 30 ريكورد، لا هو هيجيب اخر 30 ريكورد. تمام. بس هنا خلينا نفهم بس الفكره من خلال الليميت. الليميت بتجيب لك اول 30 ريكورد وبس. تمام. تمام. تعالوا بقى ناخدوا اكزامبل يجمع لنا كل اللي احنا ايه اخدناه ده. هنا بيقول لي عايز كل الستودنتس فيرست نيم واللاست نيم والتوتال والكلاس نمبر اللي ايه، واجمع لي كمان، اعمل لي كالكوليشن للافريج فور اول كورسز، واعمل لي رينيم للكولوم اللي انت هتسميه ده اللي هو هتجمع فيه الافريج بكلمه افريج. اسميه بافريج، ما اسيبوش بكلمه كولوم. بعد كده فور اول ستودنتس، انا عايز بقى اعمل كل الكلام ده لكل الطلبه اللي ايه الفيرست نيم started with letter H or containing letter S. تمام. وكمان studying in الكلاسز دي اللي هي 1 و4 و5 و6 و7، والديت اوف بيرث بتاعهم من 1/1/1991، يعني من سنة 1990 لحد 2000. وايه تاني؟ واوردر الكلام ده كله باي التوتال اللي هو مجموع الدرجات ascending، والكلاس descending، و get me the highest two records. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. اول حاجه لما اجي اشوف كويري كبير زي ده كده، اروح ايه اطلع الكولومز اللي هو عايز يشوفها. طيب هو عايز يشوف ايه؟ قال لي فيرست نيم لاست نيم والتوتال واللاست نمبر. تمام اهو، هو عايز الاعمده دي، فباخدها كده، واول ما اكتب جمله السلكت بروح حاطط له ايه الاعمده اللي هو عايز يشوفها. تمام. تمام. عايز عليهم عمود زياده بيقول لي كالكوليت الافريج فور اول كورسز. هعمل ده ازاي؟ احنا قلنا الافريج او المين. الافريج هو المين يا جماعه، حاليا الافريج هو المين، لان الافريج ممكن نستخدم فيه كذا حاجه، بس احنا الافريج هو المين، يعني اعتبروا ان دي كلمه ايه، مين، وهسميه هنا مين. محدش فيكم ايه يعني يشغل باله ايه الافريج وايه المين، هو اعتبروه هو برضه. هنقوله هنا بقى المين بتاع الثلاثه كورسز هو ايه، كورس 1. هنا ايه، احنا كده بنستخدم الاكسبريشنز، كورس 2 وكورس 3. طبعا كل ده مقسوم على ايه، على عددهم. تمام. هنسيبه كده؟ لا، هو قال لي كمان rename this column with ايه with مين، يبقى هنستخدم الالياس اللي احنا اتعلمناه. اروح ايه، ممكن احطه في دبل كوتيشن او على طول كده اقول له ايه ده اسمه المين. تمام. بعد ما طلب دول
قال لي for all students from for all students ده ايه معنى كده؟ ان انا جايب كل الداتا دي من تيبل students. احط بقى التيبل اللي انا ايه هجيب منه الداتا دي كلها students. تمام. first name started with letter H. كده ابتدينا ايه condition بقى. احنا كده ايه جبنا الكولومز وجبنا التيبل. تالت حاجة what are ايه conditions. what are the conditions. تمام. بعد كده بقى نحط الوير ونبتدي نحط الكونديشن. بيقول لي كل الناس اللي اسمائهم الفيرست نيم بتاعهم بدأ بحرف الاتش اهو وير ان الفيرست نيم لايك. طبعا عشان هو بيقول لي ايه في حرف واحد بس، فاحنا كده ايه محتاجين regular expression. واروح قايل له ايه لايك بقى ايه بيقول لي ان هو بيبدأ بحرف الاتش، فانا هقول له اتش كابيتال لان هو دايما الاسماء في اولها بيبقى كابيتال، واروح حاطط كده علامة نسبة مئوية. and هو اللي قال هنا اور، هو هنا قال اور، فهنا مش هقول اند بقى هقول اور. تمام. اور containing letter s. برضو هنا هاخد الاكسبريشن ده وهعمل ايه هحط بقى containing يعني ايه موجود في اي حته، فاروح حاطط اس في نصه كده. تمام. تمام جدا. and studying in class 1 و4 و5 و6 و7. هاخد الكلاسز دي كلها. هو هنا بيقول and studying يعني ايه هزود بقى expression and class number بتاعهم. هنا بقى ايه هو عاطيني لستة، عاطيني مجموعة من الارقام، فهستخدم ان واروح حاطط له دول. تمام. يبقى هنا احنا استخدمنا لحد دلوقتي واحدة اور وواحدة كمان اند. تمام. تمام اوي. طيب هنيجي بقى نكمل. وبيقول كمان الديت اوف بيرث بتاعهم ديت اوف بيرث بتوين ده اند ده. تعالوا ناخد السطر ده كده على بعضه اهو اند برضو. تعالوا كده ايه ننزلها كمان سطر عشان بس متلخبطش. احنا استخدمنا اور واند وكمان واحدة اند عشان ايه الديت اوف بيرث. طبعا احنا الديت اوف بيرث عندنا في اندرسكور مفيهوش. تعالوا نشوفوا اسمه من هنا كده. ديت اوف بيرث في اندرسكور، وهو اصلا كاتبها لي، بس ايه افضل ان انا احطهم في كوتيشن كده عشان مارك عشان يتعامل معاهم. ده بالنسبه للديت اوف بيرث. هل في عنده كونديشنز تانية؟ لا خلاص كونديشن. فاضل اخر حاجه اللي هو ايه وات از ذا اوردر اوف سورتنج. عامل لهم سورت ازاي؟ هروح كاتب اوردر باي يعني رتب بي اوردر باي التوتال ascending. التوتال ascending ممكن نكتبه كده اهو توتال ونكتب جنبيه اي اس سي، او ممكن نسيبه باي ديفولت هو كده كده ascending. والكلاس كلاس نمبر يعني descending. تمام. descending. معلومة ليكم برضو ما ينفعش نرتب بحاجة ما تكونش موجودة فوق هنا. تمام. ده تقريبا يعني لو شلت التوتال وجيت ارتب بيه تقريبا هيطلع لي ايه ايرور. كده احنا عملنا ايه الاوردر سورتنج. اخر حاجة عندي هو بيقول لي get me the highest two records only. طيب يعني كده من الاخر عايز واحدة ليميت وعايز اول تو ريكوردز بس بكل بساطة. تعالوا نرن الكويري بتاعنا ده ونشوف هيطلع ايه. دول الفيرست نيم. في حاجة هنا فيرست نيم انا كتبتها سيلكت سيلكت الفيرست نيم واللاست نيم. هنا اسمه اف نيم اخدتهم من الجملة فوق، فهنا مكتوبين غلط طبعا. تعالوا نرن تاني.
والكلاس طبعا احنا هنا عملنا سورت بالكلاس، ما عندناش حاجه اسمها كلاس، انا خدتها برضو من الجمله فوق. هنا عندنا اسمها كلاس نمبر. اخر مره اون ران بس. جاب لي اعلى تو ريكوردز او اول تو ريكوردز عندي، الكلاس بتاعهم 11 و5. تمام. طيب هو هنا عشان انا قلت كلمه اور، فهو اخد دي على بعضها ايه كاكسبريشن، يعني جاب لي ناس في كلاسات تانية. فلما تبقى عندي كذا اكسبريشن كده، طالما في اور على طول حطوها في اقواس، عشان هو جاب لي ناس من كلاسات تانية. لما جه يتشيك الكونديشن قال ايه؟ قال دول كلهم كده في جنب اور ده، فجاب لي اي حد اسمه بيبدأ بحرف الاتش. تمام. زي هيس ده، عشان كده جايب لي ناس من ايه، من 11. فاحنا نعمل ايه؟ نحط الاور دي في قوس، اي اول ما تلاقي الاور موجود معاها حاجات تانية حطها في قوس، اللي هي ايه؟ الاسم بيبتدي بده او ده، حطها كده لوحدها في قوس. تعالوا نرن تاني كده اهو، التزم بايه؟ بالكلاسات اللي عندنا، وما جابليش الكلاس اللي هو رقم 11، وجاب لي اعلى تو ريكوردز موجود عندي. الاسم موجود فيه حرف الاس ميسي اهي، او بيكون 10 اتش زي هاريزون ده، وفي كلاس نمبر موجود هنا في الليسته دي. وبرضو الديت اوف بيرث بتاعهم هيكون كده، لو احنا مثلا زودنا الديت اوف بيرث هتلاقوهم فعلا مولودين ما بين الفتره دي ودي. والاوردر معمول ازاي؟ عامل لهم اوردر بالتوتال الاول اهو، وجوه اوردر طبعا هنا تصاعدي، عشان كده جاب الايه 1.3 الاول، بعد كده 1.7. وجوه السورتنج ده لو كان في اكتر من ريكورد كان ايه هيسورت. يعني احنا مثلا لو كنا جبنا اول 4 او 5 ريكورد، تلاقيهم عامل لهم سورت من جوه هنا بايه؟ بالكلاس نمبر. تمام. تمام جدا. بس كده يا شباب، ده كان محتوى المحاضرة بتاعت النهاردة. انا سجلتها مرة واحدة عشان يعني ما اقعدش اقطعها واركبها لكم تاني. ان شاء الله تكونوا استفدتم وفهمتوها، واشوفكم المحاضرة الجاية يوم الاحد الساعة 8. هناخد شوية ممكن ناخد فيها شوية functions، تمام، زي السم والافريج وكده، واجريجيشن اللي هي جروب باي وال والاجريجيشن functions. تمام. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.